السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير جميعا ويا هلا والله ومسهلا. طبعا يا جماعة الخير، مثل ما تعودنا معكم بتكلم معكم اليوم عن شخصية بطل كبير وأحداث كبيرة صارت في عهده، خاصة حدث عظيم وعظيم جدا لا زال يتردد إلى هذا اليوم. أنا خلال اليومين الماضية في أحد مواقع التواصل صار يطلع لي الحدث هذا، وصرت أشوف تعليقات الناس عليه. الحدث هذا يا جماعة الخير هو حدث معروف اسميا، لكن وش تفاصيل الحدث هذا؟ هذا اللي ببينه لك الآن. طبعا يتردد اسم البطل هذا اللي كان وقت الحادثة، لكن وش تفاصيل حياة الرجل هذا؟ هذا اللي بوضحه معك كلامي معك الليلة. طبعا الحادثة الشهيرة هذه أنا أشوف التعليقات يقولون ماذا لو انتصر المسلمين في هذه المعركة؟ وش راح تكون النتائج على أوروبا؟ ومنهم من يقول لو انتصر المسلمين في هذه المعركة لكان القرآن يتلى في جامعات أوروبا. أنا أقدر أقول الحين أنكم عرفتوا وش هو الحدث هذا. الحدث الكبير والعظيم معركة بلاط الشهداء اللي وين صارت؟ صارت في جنوب فرنسا. لك أنك تتصور وين صارت. جيوش المسلمين تعبر إسبانيا اليوم، تعبر جبال البرنيه ثم إلى جنوب فرنسا. صار الحدث الكبير الشهير هذا، لكن أنا اليوم بذكر لك تفاصيل الحدث هذا وكيف كان فعلا حدث عظيم. والقائد الكبير اللي قاد المعركة هذه عبد الرحمن الغافقي كيف كان رجل بطل بحق وحقيقة. فأنا اليوم بتكلم معك عن هذا الحدث وعن هذا البطل الكبير، فخلك معي. عبد الرحمن الغافقي واحد من أكبر وأعظم ولاة الأندلس. لاحظ أني قلت ولاة الأندلس، ما قلت أمراء الأندلس ولا خلفاء الأندلس. ليش؟ لأن مثل ما يعرف الكثير أن الأندلس مرت على عدة عصور. العصر الأول من فتح الأندلس، لما فتح بني أمية الأندلس وانتشر الإسلام فيها، صاروا يعينون والي تابع لهم. فهنا الحاكم على الأندلس يسمى والي تابع للخلافة الأموية في دمشق. استمرت الولاية إلى أن دخل الصقر الكبير، صقر قريش، عبد الرحمن ابن معاوية، عبد الرحمن الداخل. لما دخل الأندلس هنا انتهى عصر الولاة. ليش؟ ما عاد في شيء اسمه والي يتبع الخلافة في دمشق، لأن بني أمية سقطت دولتهم في الشام وقامت الدولة العباسية. هنا صقر قريش عبد الرحمن الداخل دخل الأندلس واستقل فيها، فصار أمير عليها مستقل له نظامه ما يتبع الأحد. استمر عصر الإمارة هنا من دخول عبد الرحمن الداخل إلى عصر الخلافة. طبعا من عصر الإمارة مستمر طبعا في ذرية عبد الرحمن الداخل إلى أن جاء عبد الرحمن الناصر لدين الله، طبعا وهو من ذرية عبد الرحمن الداخل. لكن عبد الرحمن الناصر أعلن نفسه خليفة للمسلمين عام 316. من هنا بدأ عصر الخلافة. استمرت الخلافة طبعا إلى عام تقريبا 400 للهجرة، ثم عصر الفتنة، ثم بعدها طبعا عصر ملوك الطوائف المعروف. اللي بتكلم عنه اليوم هو عصر الولاة، أو والي من ولاة الأندلس الكبار في عصر الولاة، اللي هو طبعا عبد الرحمن الغافقي. عبد الرحمن الغافقي تولى الأندلس مرتين، لكنك تتصور مرة أولى ومرة ثانية. كيف تولى المرة الأولى؟ ولاية للمرة الأولى تبين لك أن الرجل هذا فعلا عظيم، وأنه فعلا رجل المحكات الصعبة. كيف؟ خلك معي. طبعا المسلمين لما فتحوا الأندلس اللي هي إسبانيا اليوم، كان في شمال إسبانيا اللي هي طبعا جبال البرج أو البرنيه اللي تفصل طبعا إسبانيا عن فرنسا. عبرها المسلمين طبعا. لكن أنا بتكلم اليوم عن الرجل اللي قبل عبد الرحمن الغافقي، اللي هو الوالي السمح بن مالك الخولاني، الوالي الكبير. طبعا السمح بن مالك كان معه جيوشه وعبر الجبال وتوجه الجنوب فرنسا. استولى على طبعا ولاية سبتمانيا، وصار فيه هنا معركة بينه وبين صاحب ولاية أكوتين اللي هو الدوق أودو. الدوق أودو طبعا
هو واحد من كبار وزعماء الفرنج اللي حاول انه يستقل بجنوب فرنسا ويحاول انه ينتزع طبعا ملك بلاد الفرنج. المهم لما سمع ان المسلمين عبروا الجبال وجو عنده بجنوب فرنسا قرر انه يواجههم، وفعلا جمع جيوش كبيرة وكبيرة جدا، وهو طبعا ما كان انسان بسيط، كان قائد كبير. المهم انه تواجه مع المسلمين قريب من تولوشة، مدينة تولوشة. طبعا اللي صار هنا انهم لما تواجهوا صار فيه سجال بالموضوع، النصر مرة المسلمين ومرة الأودو وجيوشه. لكن اللي صار هنا ان السمح بن مالك الخولاني سقط قتيل في هذه المعركة. لما سقط قتيل هنا صار فيه اضطراب بجيش المسلمين، والجيش إذا اضطرب معروف انه خلاص ينتهي أمره، قتل، أسر، والمصايب اللي تصير بعدها. هنا مباشرة الزعماء الموجودين بالجيش قرروا انهم يعينون واحد يستلم زمام الامور عشان يضبط الفوضى هذه وينقذ جيش المسلمين. لكن من لها هنا بالمحك الصعب، وتخيل ان المكان خلف الجبال، يعني بأرض العدو ومتعمقين فيها، ما لها إلا بطل كبير اسمه عبد الرحمن الغافقي، فولوه أمر الجيش. فلما تولى أمر الجيش قدر عبد الرحمن بسياسته طبعا الحربية الكبيرة أنه يضبط الجيش وينسحب فيه وينقذه من مأساة كادت أنها تحل فيه. لما انسحب بالجيش ورجع إلى سبتمانيا طبعا، هنا الزعماء قرروا أنهم يعينونه والي للأندلس حتى يتم تعيين والي جديد رسميا. من وين؟ من طبعا الخلافة الأموية في دمشق. وطبعا لازم تعرف شيء، أن ولاية الأندلس كانت تابعة لولايات أفريقيا اللي هي بدورها طبعا تابعة للخلافة الأموية في دمشق. فاللي يعين الوالي للأندلس هو والي أفريقيا بمصادقة الخليفة في دمشق. عرفنا الشيء هذا؟ طبعا هنا تولى عبد الرحمن الغافقي ولاية الأندلس. أثناء الفترة البسيطة هذه اللي ينتظرون فيها أنه يعين حاكم جديد للأندلس صارت فيها ثورات بالشمال، قدر عبد الرحمن الغافقي أنه يخمدها ويضبط أمورها. الرجل هذا ما كان بسيط، انتظر حتى جاء عنبسة بن سحيم الكلبي، والي كبير ما هو بسيط. هنا تولى زعامة أو ولاية الأندلس. ما راح أتكلم عن الأحداث هذه، لكن الآن حنا في سنة 103. تمام. عنبسة بن سحيم استشهد عام 107. بعد ما استشهد صار يعين على الأندلس عدة ولاة، يعني لك أنك تتصور خلال 5 سنوات تم تعيين 6 ولاة على الأندلس. فصار فيه اضطراب، طبعا من اضطراب الأندلس صار يغير الوالي، لكن ما في واحد حازم فعلا يضبط الأمور. فب5 سنوات يعين 6 ولاة، هذا اللي صار فيه اضطراب أكثر بالأندلس. المهم إلى عام 113 تتابع الولاة على الأندلس إلى أن تم تعيين عبد الرحمن الغافقي والي رسمي على الأندلس، واللي عينه طبعا هو والي إفريقيا طبعا عبيدة السلمي بمصادقة الخليفة الأموي في دمشق هشام بن عبد الملك سنة 113. عبد الرحمن الغافقي لما استلم زمام الأمور هنا، لك أنك تتصور كيف استبشار أهل الأندلس فيه، خاصة الجند، لأنهم يذكرون عبد الرحمن الغافقي زين ويعرفون أن الزعيم هذا هو أهل فعلا للمكان هذا. أحبه الجند، أحبه الشعب، رجل ما هو بسيط. أول ما بدأ فيه أنه ضبط الدولة إداريا. أضف إلى ذلك أنه بدأ يضبط الجيش، بما أنه رجل سياسي محنك، رجل حروب، لازم أنه يضبط الجيش. هذا اللي سواه أول شيء، حتى أن الجنود أحبوه حب كبير. وإذا أحب الجنود قائدهم وين ما يوديهم ويروح بهم يتبعونه سمعا وطاعة. هذا اللي صار فعلا. المهم جميع الروايات التاريخية تجمع على شجاعة الرجل هذا وإقدامه، وكيف أنه فعلا ضبط أمور الأندلس بعد الخلل اللي صار مع الولاة اللي قبله. قدر أن يضبط الأمور، يسد الخلل. هنا فعلا بدأ يتوجه وين؟ جهة الشمال. وش فيه شمال؟ أحد الولايات الشمالية
كان فيها رجل اسمه منوسة. منوسة هذا قرر أو أضمر بداخله بأول الموضوع أنه يعادي ولايات الأندلس. لكن شو بيسوي بالضبط؟ هنا لازم أنه يقوي جانبه. فوش اللي صار هنا؟ اللي صار أن الدوق أودو اللي تكلمنا عنه قبل شوي، اللي هزم جيش المسلمين بقيادة السمح ابن مالك، اللي صار هنا أنه يخاف هو أصلا من الفرنج بقيادة شارل مارتل، وبنفس الوقت يتحسب للمسلمين أنهم يدخلون عليه بأي لحظة. هنا منوسة هذا الحاكم قرر أنه يعقد حلف ومهادنة مع الدوق أودو. دوق أودو هنا يعني ما صدق فعلا أنه يلقى مثل الفرصة هذه، فتم عقد الصلح بينهم، لدرجة أن أودو هذا كان عنده بنت في غاية الجمال، بل إنها مضرب مثل في الجمال في زمنها وفي المجتمع اللي حولها. وكان طبعا منوسة في غاية القبح، لكن أطماع أبوها أودو فوق كل اعتبار، فقرر أنه يزوج منوسة من بنته، وفعلا تم الزواج هذا. هنا عرف عبد الرحمن الغافقي بالصلح هذا بين حاكم تابع له، حاكم من أحد الولايات الشمالية، وبين واحد من زعماء النصارى. وش اللي تضمنه أنت؟ وش اللي تبيه أصلا؟ ليش ما رجعت لي أصلا؟ طبعا منوسة كان بالظاهر يقول إنها هدنة بيننا وبين النصارى وكذا وكذا، شأن سياسي، لكن عبد الرحمن الغافقي ما مشت عليه الأمور هذه. يعني أنت ايش تبي أصلا تروح من ورانا توقع عقد وحلف وصلح؟ ما تمشي الأمور هذه. فرفض عبد الرحمن الغافقي الصلح هذا. هنا منوسة كشف القناع عن وجهه وأعلن الثورة فعلا على حكومة الأندلس، وأعلن عداوته رسميا لها. هنا اللي يحكم الأندلس أو الوالي على الأندلس رجل ما هو بسيط، عبد الرحمن الغافقي، رجل ما يتوانى أبد بقمع الثورات. حتى بولايته الأولى يوم مسك الأندلس فترة بسيطة قمع الثورات. الآن وهو والي هنا بيكون بشكل أشد. مباشرة سير جيش بقيادة ابن زيان إلى منوسة هذا. منوسة اعتصم بمدينة الباب اللي كانت من أمنع المدن في الشمال. وطبعا اللي لازم تعرفه أن طبيعة وجغرافية الأندلس خاصة الشمال منها فعلا وعر جدا. هنا اعتقد منوسة أنه بيتحصن بمدينة الباب ويبي يدافع جيش عبد الرحمن الغافقي بقيادة ابن زيان، لكن ما صدق ظنه أبد. ابن زيان قدر أنه يقتحم عليه البلد، وقدر طبعا منوسة أنه يفر إلى الجبال، لكن ابن زيان كان وراه حتى قبض عليه وقتل. وانتهت الثورة في مهدها رغم أنها مدعومة من النصراني الدوق أودو. اللي صار هنا، احنا قلنا طبعا أن الدوق أودو زوج بنته من هذا الثائر اللي هو طبعا منوسة، لكن وش مصير البنت هذه زوجة منوسة؟ طبعا قبض عليها وأرسلت إلى عبد الرحمن الغافقي، والغافقي أرسلها إلى والي أفريقيا، ووالي أفريقيا أرسلها وين؟ إلى هشام بن عبد الملك في دمشق. لما استقبلها هشام بن عبد الملك طبعا، أو أمر باستقبالها وإكرامها بحكم طبعا إنها امرأة وبنفس الوقت بنت ملك، فأمر إنها تعزز وتكرم. وبنفس الوقت في رواية تقول إنها زوجت بواحد من الأمراء المسلمين في دمشق. من هو الأمير هذا؟ ما ذكر أبدا اسمه أو حتى من ينتسب له. المهم أنها زوجت من أمير في دمشق. انتهى موضوع منوسة وزوجته على الإطلاق. يعني ثورة قامت في الشمال في أمنع المدن، لكن بقوة وإصرار قضى عليها في مهدها، وانتهت الأمور هذه. هنا لازم نعرف ردة فعل الدوق أودو اللي يحكم مقاطعة أو ولاية أكوتين جنوب فرنسا. وش ردة فعله لما قتل حليفة بالسرعة هذه؟ اللي صار هنا أنه استشعر فعلا الخطر الكبير، أن المسلمين بأي لحظة ممكن يدخلون عليه في بلده، فاستعد هو واستعد الفرنج من جهة ثانية. طبعا الفرنج بقيادة شارل مارتل، لكن شارل مارتل فعلا جمع جيشه، لكن
ما زحف جهة الجنوب، لا، انتظر. لكن هنا الدوق أودو اللي كان يحكم ولاية أكوتين استعد بجيشه وتحرك فعلا. لكن عبد الرحمن الغافقي فعلا كان سار بالجيش بعد ما أعد العدة وعبر الجبال ودخل جنوب فرنسا وأخذ يعيث في جنوب فرنسا. هنا الدوق أودو توجه لعبد الرحمن الغافقي بيتواجه معه، وفعلا عبد الرحمن الغافقي اصطدم بجيش الدوق أودو واكتسح الجيش هذا، وصارت فيها معركة ساحقة جدا انتصر فيها المسلمين وهرب الدوق أودو، واحتل عبد الرحمن الغافقي وجيش المسلمين ولاية أكوتين هذه. هنا الدوق أودو ايش كان مصيره؟ مصيره كان لازم انه يروح لعدوه طبعا شارل مارتل ويتحالف معه ضد عبد الرحمن الغافقي. طبعا جيش عبد الرحمن الغافقي لما دخل أكوتين بدأ يستحل أو يستحوذ على البلاد اللي كانت جنوب فرنسا، خلونا نقول منها طبعا مدينة ليون الفرنسية اليوم. فاستحل عبد الرحمن الغافقي نصف جنوب فرنسا من شرقه إلى غربه، واستمر يضم البلدان والقلاع في جنوب فرنسا حتى وصل إلى صانس. صانس هذه وين؟ اليوم وين تقع؟ تقع صانس ولك انك تتصور على بعد 130 كيلو من باريس. باريس عاصمة فرنسا اليوم وصلت جيوش المسلمين إلى 130 كيلو عنها بس. لك انك تتصور عظمة الدولة اللي وصلت إلى الحدود هذه، دولة بني أمية اللي كان يحكمها بذاك الزمن هشام بن عبد الملك، وهو وين؟ في دمشق. هذه الحدود والجيوش اللي توصل أماكن بعيدة تدلك على عظمة الدولة الأموية وملوكها. ولو نرجع بالزمن شوي إلى أول ملوك بني أمية، معاوية رضي الله عنه عام 49 أرسل جيوشه لحصار القسطنطينية، والمرة الثانية عام 98 زمن سليمان بن عبد الملك أرسل الجيوش لحصار القسطنطينية. فجيوش تروح جهة الشمال تحاصر القسطنطينية، يعني عواصم النصارى. ونفس الوقت هنا عام 114 يستمر الوضع ويصلون إلى جنوب باريس ب 130 كيلو. عن أي عظمة تتحدث؟ المهم نرجع لعبد الرحمن الغافقي ونقول إنه كان يضم المدن في جنوب فرنسا، وضم مثل ما قلنا ليون اليوم. كان في مدينتين، مدينة بواتيه وتور. اقتحم بواتيه وضمها، واقتحم تور وضمها. لكن شارل مارتل كان أعد جيوشه واستعد لمواجهة المسلمين بقيادة الغافقي. لكن عبد الرحمن الغافقي طبعا اللي كان عبر إلى فرنسا بأعظم جيش عبره المسلمين إلى فرنسا، واللي تبالغ طبعا الروايات النصرانية وتقدره ب400 ألف مقاتل، هذا فيه مبالغة. لكن الروايات العربية تقدره ما بين 70,000 إلى 80,000، وهذا طبعا عدد ما هو بسيط ولكن بنفس الوقت عدد معقول. المهم شارل مارتل استعد لمواجهة عبد الرحمن الغافقي، الرجل اللي ما كان بسيط جدا ويعرفه شارل مارتل زين. اللي صار هنا ان شارل مارتل قلنا ما استعجل انه يواجه جيش المسلمين. ليش؟ هذه خطة مدروسة من شارل مارتل. كان يقول خلوا المسلمين يعيثون بالجنوب ويستولون على اللي هم يبون وياخذون اللي يبون من الغنايم حتى تثقلهم الغنايم وينشغلون فيها، وبنفس الوقت يتعمقون ويقربون لنا فيصيرون بأرض ما يعرفون طبيعتها وجغرافيتها فيسهلون علينا. لكن لو طلعنا لهم واجهناهم هناك هم مثل السيل اللي ياكل اللي بطريقه. شارل مارتل هذا وصفه الجيش المسلمين، يعني كان يعرف فعلا منهم الناس اللي تخالوا عليه وعبروا عليه الجبال، ما توجه لهم مباشرة وقاتلهم لأنه يعرف قدر الناس اللي تخالوا عليه فعلا. اللي صار هنا إن مثل ما قلنا عبد الرحمن الغافقي ضم بواتيه وتور، بنفس الوقت هنا توجه إلى اللوار بيضم اللوار. لكن كان وقتها شارل مارتل
قلت تحرك. وشارل مارتل حشد أقصى قدر يقدر عليه من الناس في الشمال، فصار جيش خليط بين الجيش النظامي اللي أعده هو وبين الناس اللي استعان فيهم مثل القبائل الجرمانية المتوحشة طبعا والناس المرتزقة من كل مكان جمعهم. طبعا لما أقول القبائل الجرمانية المتوحشة هم الناس اللي كانوا عراة ما يستترون إلا بجلود النمور والذئاب واللي شعورهم على كتوفهم، وعارفين أنتم الأوصاف هذه. ما ترك أحد إلا حشده وتوجه إلى اللوار. عبد الرحمن الغافقي قلنا كان بيقتحم اللوار، لكن هو أرسل طلايع تتجسس وتشوف وتناظر وترد له بالأخبار، لكن الطلايع هذه ما وافت عبد الرحمن الغافقي بجيش شارل مارتل، أخطأت بالشيء هذا. فالغافقي لما أراد أن يقتحم اللوار تفاجأ بجموع وحشود شارل مارتل، فتراجع هنا للسهل اللي يمتد بين بواتيه وتور، المدينتين اللي استولى عليها، لأن هذا المكان فعلا اللي يصلح أنه يعسكر فيه. فهنا عسكر عبد الرحمن الغافقي وتقدم شارل مارتل حتى تبدأ المعركة الكبيرة اللي صارت بين المسلمين والنصارى. لكن الشيء اللي لازم تعرفه زين هو الحادثة المؤسفة اللي صارت في جيش المسلمين قبل المعركة، اللي هي طبعا حادثة الشقاق اللي صار بين قبائل البربر، لأن جيش المسلمين يتألف من عرب وبربر. العرب كانوا كثرة ما هم بسيطين، فصار بينهم شقاق. بعضهم صار وده ياخذ الغنايم بس اللي كسبها قبل المعركة هذه ويرجع ويسلم هو وغنايمه. فليك انك تتصور ان في ناس بالجيش يعني ودهم بالشيء هذا انهم يسلمون بغنايمهم، لان المسلمين مثل ما قلنا لما اقتحموا جنوب فرنسا استولوا على غنايمها وثرواتها ومبالغ كبيرة جدا جدا، فكانت الغنايم بالجيش عظيمة جدا. هذا الشيء ما غفل عنه القائد الكبير العبقري عبد الرحمن الغافقي، بل انه حاول لكن عبث، ما يقدر. هو حاول ان المسلمين يحاولون يتركون جزء كبير من الغنايم حتى يكونون اخف وتكون نفوسهم لقاء العدو اقوى، لكن ما صار الشيء هذا. وهو بنفس الوقت ما اصر عليهم عشان ما يتمردون. اللي صار هنا يا جماعة الخير ان المعركة بدت، لكن لا تظن ان المعركة الكبيرة هذه بدت الصباح وانتهت المساء، لا ابدا. المعركة الطاحنة هذه بدت اليوم الاول واستمرت اليوم الثاني بل اليوم الرابع بل الى السادس والسابع والثامن، والحرب طحن بين المسلمين والنصارى حتى أصبحوا على اليوم التاسع، فصارت معركة عامة عنيفة جدا، لكن كل واحد احتفظ بمراكزه. لكنك تتصور 9 أيام بقتال وكل واحد محتفظ بمراكزه، يعني زي ما نقول مستمرة بالتعادل، الخسائر هي واحدة، لكن جيش العدو كان أقوى وأكثر. مع ذلك صمود المسلمين وبأرض ما هي أرضهم شيء فعلا تتعجب منه، كيف كانت نفوسهم وكيف كان قائدهم في ذيك الأماكن الوعرة والوعرة جدا. المهم أن القتال استمر في اليوم التاسع إلى الليل. وأما في صباح اليوم العاشر اللي كان صباح مختلف جدا 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 في سير أحداث المعركة، وش اللي صار؟ طبعا المعركة والقتال من اليوم الأول إلى صباح اليوم العاشر وهو مستمر. لكنك تتصور معركة تستمر 10 أيام وكل بوادر النصر ما اتضحت لأي فريق، هذه معركة فعلا عظيمة جدا. اللي صار هنا ان بوادر النصر بدأت تتضح الجيش المسلمين، كادوا انهم ينتصرون على جيش الفرنج. لكن وش اللي صار؟ اللي صار هنا ان النصارى الفرنج استطاعوا انهم يفتحون ثغرة بجيش المسلمين الى غنايمهم. هنا صارت الكارثة، لما وصل النصارى جهة غنايم المسلمين كان في واحد يقال انه صرخ بأعلى صوته ان غنايم المسلمين سقطت بيد النصارى. هنا الناس اللي كانوا بقلب الجيش، لاحظ قلب الجيش اللي اذا انتهى الجيش كله، تراجع عدد كبير منهم يبي ينقذ الغنايم. لكن وش تنقذ؟ كيف تنقذ غنايم
وتخلي الجيش اللي أساسا يبي يروح الجيش والغنايم كلها، رجعوا يبي يحافظون على غنايمهم. لكن هنا وقعت الكارثة. عبد الرحمن الغافقي لما شاف الوضع هذا توجه مباشرة، نزل حاول يرجع صفوف، حاول يرتبها، لكن وللأسف صابه سهم طايش جاي من العدو وأصابه وطاح قتيل رحمه الله. لكن المسلمين هنا اضطرب جيشهم، لكن بنفس الوقت صار في صمود حتى الليل. يعني قائد كبير عبد الرحمن الغافقي يسقط قتيل بأرض المعركة، وبنفس الوقت يصمد الجيش إلى الليل. هنا وصارت النتيجة. ظن النصارى أن كالعادة في الصباح يقومون ويستأنفون القتال، لكن كانت عندهم نشوة كبيرة. لكن وش كان وضع جيش المسلمين هنا بعد وفاة واستشهاد قائدهم الكبير عبد الرحمن الغافقي؟ اجتمع السادة الكبار والزعماء، فصار بينهم خلاف. الكثير منهم قالوا ما نقدر نستمر، وإن استمرارنا عبث، لأن باللحظة هذه ما نعرف وش النتائج اللي جاية قدامنا. القائد ومات، ومكاننا بعيد عن أراضينا، يعني متوغلين عند العدو، والعدو قريب من بلده، يعني أن المؤان والمدد يجيه بأي لحظة. فهنا ما كان في واحد فعلا يقدر يمسك المكان اللي كان ماسكه عبد الرحمن الغافقي، فقرروا الانسحاب بالليل. وفعلا تراجع جيش المسلمين وترك مكانه وخيامه والكثير من غنائم للأعداء النصارى، فانسحب جيش المسلمين بالليل. لكن لما جاء الصباح وقاموا الناس، لاحظ شارل مارتل والناس اللي معه هدوء في معسكر المسلمين، وينهم وش فيهم؟ فظن شارل مارتل، لك انك تتصور وضع شارل مارتل، يعني رغم النشوة اللي هو فيها كانت بالأمس، إلا أن اليوم يتوجس ويخاف. هذا وش يدل عليه؟ يدل أنه يعرف مكانة ومنزلة الناس اللي قدامه. هنا ظن شارل مارتل أن هذا كمين من المسلمين، فأرسل طليعة تشوف المعسكر وينظرون ويشوفون ويفتشون بالخيام، فيها أحد ما فيها أحد. فراحوا وفعلا ناظروا بالخيام، ما فيه إلا الناس الجرحى اللي ما يقدرون إنهم يمشون أو ما يقدرون إنهم يشيلونهم معهم، يعني خلاص يلفظون أنفاسهم الأخيرة. فجاء شارل مارتل وفعلا تأكد من الوضع ما فيه أحد، فاقتلوا الناس الجرحى، ما خلوا أحد، واستولوا على الغنايم والامتعاء الموجودة في معسكر المسلمين. لكن شارل مارتل بالوضع هذا وش المفروض انه يسوي؟ طبيعة الحال انه يلحق جيش المسلمين ويفتك فيه، لانه خلاص انسحب، يعني ممكن انه يقضي عليه. لكن شارل مارتل لا زال على ظنه ان هذه مكيدة وخدعة وكمين من المسلمين، ما لحق فيهم. المنتصر اساسا يلحق بفلول الجيش المنهزم، لكن هذه طبيعة الحال وبالواقع ما تسمى هزيمة بالمفهوم العام. مجرد أن زعماء المسلمين ظنوا، وفعلا هذا من الأشياء السياسية اللي يفكر فيها الزعماء، أن استمرارنا ما له جدوى. يعني صحيح أن اقتحمنا بلاد العدو، واصلنا، ضمينا بلدان كثيرة، استولينا على جنوب فرنسا، كانت الرغبة أنهم يصلون قلب بلاد الفرنج، لكن ما استطعنا، فتراجع الجيش. نقول انسحب الجيش، انسحب. لكن هل شارل مارتل حقق انتصار ساحق؟ أكيد لا. ليش؟ لأنه ما لاحق جيش المسلمين وما استرد الأراضي اللي استولى عليها المسلمين، بل إن الأراضي اللي استولى عليها المسلمين مثل سبت 8 لا زالت بيد المسلمين. فالمفروض إن شارل مارتل أصلا يلحق بجيش المسلمين ويسترد الأراضي اللي فتحوها واستولى عليها المسلمين. لكن الإسلام استمر سنوات في جنوب فرنسا من بعد هذه المعركة. لكن هنا نقول ماذا لو انتصر المسلمين في موقعة بلاط الشهداء؟ هنا نذكر اللي يقوله أحد مؤرخي النصارى، كلام من عرضه: لكان القرآن يتلى في جامعات أوروبا. فهنا نقول رحمة الله على عبد الرحمن بن عبد الله
الغافقي قائد بلاط الشهداء، واللي سميت بالبلاط أو بلاط الشهداء لكثرة من مات فيها من كبار المسلمين. ختاما أكون وصلت معكم لنهاية قصتنا لهذا اليوم، وأشكركم أنا على استماعكم، واستودعكم الله، وفي أمان الله.